السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم في قناة كلاسيك كار. هنتعرف على اختبار وسائل الأمان لأشهر 3 سيارات فئة متوسطة في السوق المصري: رينو لوجان، فيات تيبو، نيسان صاني. يلا بينا نشوف. هنتعرف على وسائل الأمان. نبدأ بسيارة نيسان صاني. هنتكلم عن عوامل وأنظمة الأمان. السيارة حصلت على 4/5 في اختبار التصادم. من أهم وسائل الأمان في السيارة النيسان صاني إنها مجهزة بخاصية منع التشغيل المحرك الإمبلايزر، وخاصية منع الانزلاق، والتوزيع الإلكتروني للفرامل، كما يوجد وسائد هوائية للسائق والركاب. تعال نتابع اختبار تصادم السيارة وقوة ومتانة هيكل السيارة. هنتكلم عن وسائل أمان سيارة رينو لوجان. رينو لوجان من السيارات المتوسطة. الفئة الأولى فيها لا يوجد وسائل أمان، كما يوجد بالسيارة ABS، ويوجد بها إيرباج، وسائد هوائية للراكب الأمامي والسائق فقط، كما يوجد نظام الإمبلايزر، ومزودة السيارة بحساسات ركن، ومزودة بفرامل مانعة للانزلاق. تعال نتابع فيديو اختبار للتصادم وقوة متانة السيارة. وهندخل دلوقتي على آخر حاجة، وهي الفيات تيبو. عوامل وأنظمة الأمان في السيارة. حصلت السيارة فيات تيبو 22 على 3 نجوم في اختبار السلامة الأوروبية، كما يوجد بها بعض الأنظمة الممتازة زي أنظمة الثبات الإلكتروني، ونظام منع الانزلاق، ونظام ضغط الإطارات، والوسائد الهوائية الإيرباج. تعال نشوف اختبار التصادم في الفيديو وقوة ومتانة السيارة.
وبكده احنا عرفنا اختبار وسائل الأمان لأهم 3 سيارات متداولة في السوق المصري. ياريت تدعمونا وتشتركوا في القناة. لكم مني كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.